السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. فريضة الحج يا اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فيه معظم أهلنا وناسنا بيعتقدوا هنا أن الاستطاعة استطاعة مادية نظرا لمصاريف السفر، وخصوصا ان الايام دي حضراتكم ان فريضة الحج مكلفة وبتحتاج مبلغ كبير. الاستطاعة هنا يا اخوانا مش استطاعة مادية فقط، الاستطاعة مادية وبدنية. لمن استطاع إليه سبيلا أي مقدرتك على تحمل مصاريف الانتقال والسفر، وقدرتك الجسدية والبدنية على تحمل الظروف المناخية المتغيرة. طبعا بكل الحزن والأسى سمعنا عن أخبار وفاة مئات الحجاج المصريين في الأراضي السعودية، وكان خبر محزن. كل اللي وصلنا لحد دلوقتي ان سبب الوفيات، العدد الكبير من الوفيات ده رجع لارتفاع درجات الحرارة الكبير، وان كلهم من كبار السن. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته. عدد كبير من اهالينا في مصر توفاهم الله سبحانه وتعالى اثناء اداء فريضة الحج هذا العام. يعني النهاردة بنسمع أرقام تجاوزت يمكن حضراتكم البضع مئات، يعني مش هنقدر نحدد بالظبط قد إيه رقم، لكن أعداد كبيرة حضراتكم. والمؤسف في الموضوع إنهم معظمهم حضراتكم من كبار السن اللي مقدرتهم البدنية صعبة إنهم يتحملوا الظروف القاسية والجو اللي وصلت ارتفاع درجات الحرارة هناك أكتر من 51 درجة مئوية. وكل الأعمار بيد الله ونحسبهم عند الله شهداء، ولكن قدرة تحملهم كانت صعبة. كبار السن أهالينا، أبهاتنا وأمهاتنا الكبار كانوا الغالبية العظمى من الوفاة. بصراحة خبر محزن ومؤسف على إنهم يعني توفوا في السعودية، ما هي الأرض المباركة طبعا وأرض جميلة في أثناء أداء فريضة، ده شيء جميل. لكن يا إخوانا كبار السن رأفة بنفسهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الفريضة دي فيها يسر. ولذلك الاستطاعة يا إخوانا، الاستطاعة مش استطاعة مادية فقط، الاستطاعة استطاعة جسدية وبدنية. طبعا الله أعلم دلوقتي هيتم مراسم دفنهم هناك، أو هيتم نقلهم لرجوع أهاليهم في مصر. في إرهاق وفيه تعب على الناس، لكن إن شاء الله يتغمدهم ربنا سبحانه وتعالى بواسع رحمته. السنة دي يا إخوانا خبر وفاة عدد كبير من الحجاج كان خبر محزن وخبر مؤلم، لأن العدد كان كبير جدا. ويرجع الوفاة إلى زي ما قلت لحضراتكم ارتفاع درجات الحرارة. يسرا بحالكم حضراتكم، ربنا سبحانه وتعالى رحيم. ربنا سبحانه وتعالى جعل كل فريضة فيها يسر وفيها باب للرحمة، عشان خاطر حفاظا على أرواحكم حفاظا على في ناس مريضة كتير بأنواع من الأمراض، السكر وضغط، زي غالبية المصريين ما بيستحملوش حضراتكم الجو القاسي ده. زائد ان فريضة الحج حضراتكم فيها يعني يوم عرفة بيبقى فيه تدافق وفيه تزاحم، ومشوار بيمشوا حوالي من منى لعرفات، مسافة كبيرة تتجاوز العشرات الكيلومترات، فلازم يكون فيه استطاعة بدنية. رحم الله حجاجنا اللي ماتوا في
في السعودية، ولكن فريضة الحج يا إخواننا الاستطاعة، مش استطاعة مادية بس، استطاعة مادية وبدنية. ربنا يرحمهم ويتغمدهم برحمته ويسلج على أهلهم وعلى قلوب أهليهم بالصبر والسلوان. نتقدم بالعزاء لكل أهلنا لضحايا أو شهداء الحج هذا العام، ربنا يرحمهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.